في الحلقة السابقة تكلمنا عن كن إنسان واستمتع بحياتك، عيشها إن كانت مع نفسك أو مع غيرك، فالحياة حلوة، لا تقل عيبا ولا تقل عادات وتقاليد، فلك الحق بالاستمتاع بهذه الحياة. مرحبا بكم في بودكاست أسلوب حياة، معكم أنا حنان الورد. كن محاطا بأشخاص إيجابيين يحبون الحياة والمرح والضحك والمعادلة في حياتهم. أنواع العلاقات في حياتنا ما سنتحدث عنه اليوم. كل علاقة وكل شخص في حياتنا له ثمن. ما هو الثمن في هذه العلاقة اللي تستاهل أن أكون معها؟ وما هو الثمن في العلاقة اللي ما تستاهلش أن أكون معها؟ وهي علاقة وأشخاص أتعامل معاهم مرة واحدة، وعلاقة وأشخاص اللي حولي، وعلاقة وأشخاص ضروريين ومهمين في حياتي. نبدأ ما نتكلم عنه عن الناس اللي أتعامل معاهم مرة واحدة، يعني على الماشي في الحياة العامة وبشكل يومي، ومش لازم ياخذوا من طاقتي أو وقتي سوى 5 دقائق. لا أسمح لهم في التدخل بشؤوني وأموري الخاصة. أعمل فاصل وحاجز غير مرئي بيني وبينهم بالحوار، بالنظر، حتى الملامسة. وهم اللي أصنفهم المارين بالشارع، بالباصات العامة، بالمحلات، بالسوبرات، بالمولات، بأي مكان غير خاص لي وفيني، لأنهم مش مهمين في حياتي ولا ضروريين. احتواء هذه ال5 دقائق يكون فيها الاحترام والتكلم برسمية تجاههم، لعدم رؤيتهم لنا بتكبر. أما العلاقة الناس اللي حولي هم كالجيران المؤذيين لنا والتعيسين، أبتعد عنهم. في مثل بيقول: صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. هذه الحالة الثانية. أما العلاقة الثالثة اللي تيجي فيها علاقات وأشخاص مهمين وضروريين في حياتي، كالأهل والأولاد والأزواج والزوجات، وأوقات مدراء في عملي وشغلي. هذا لازم يكون أكبر طاقة لهم، وتحويل طاقتي السلبية إلى إيجابية، وأخليهم من الأساسيات المهمة والإيجابية في حياتي. مش لازم أغير من طباعهم أو أغيرهم، هذه مش مسؤوليتي. أنا من أغير نفسي لأجلهم، أشتغل على نفسي وأعمل كنترول لأجل نفسي. حتقولوا كيف أغير من نفسي؟ لأجل الناس المهمة والضرورية في حياتي أنا لازم أغير نفسي، لازم أتعايش معها. نجيب مثال بالشغل وبالدوام، عدم تسمية الناس بصفاتهم، مثل هذا كريه، هذا حساد، أنا مش مرتاح له، هذا غيور، قبيح، أسود، طويل، قصير. المهم بكل الصفات اللي موجودة فيه ما ينفعش إننا أتصف بهذه الصفة أو أناديه فيها. ضابح، عصبي، أو غيرها من الصفات اللي واضحة عليه مش محببة لأي أحد حتى أنه يصفني فيها. عشان ما أتحمل الضغينة في عقلي وقلبي لازم أكون شخص متعاطف معاهم لأجل نفسي. ممكن طباعهم السيئة أخليها في نظري شيء محبب، أو التصرفات الغير مناسبة لازم أخليها في بالي هذه خلقة ربنا. لازم أفكر بالآخرين إن هذه الصفة الذميمة أحولها مدح. لازم أفكر كيف كان يومهم قبل المجيء للدوام والعمل عليها. يعني كيف حفكر إن عنده ضغوطات نفسية، عنده أوجاع، عنده مرض، أو ظروف خاصة فيه، أو طفولة مش محببة ممكن تكون متنمرة من الناس أو في المدرسة، أو طفولة متعبة ومسؤولية وبيئة غلط. لازم يكون عندنا رحمة من الناس فيما بيننا البعض. نحاول نزرع المحبة حتى لو إحنا مش طايقين صفاتهم اللي نشوفها بشكل يومي، عشان نزرع داخلنا حب واحترام، وأنا أضع مكاني مكانه. أحاول أغير طريقة التفكير وحسن الظن بالآخرين ومن هم مهمين وموجودين دائما حولي بإيجابية وعدم الشكوى من أحد، وعشان ما نزرع بداخلنا ضغينة وسلبية تجاههم، ونكسبهم بكلمة طيبة وبرمجة المخ دائما من الشخص اللي صفاته مش حلوة تكون عندنا وبداخلنا شيء حلو. يجب أن أغير من نفسي لأجل هذول الناس المهمين في حياتي.
شكرا لكم مستمعين الكرام، معكم في بودكاست أسلوب حياة، أنا حنان الورد.